السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي احسن حال. وحشتوني جدا من اخر فيديو النهارده خفيف قوي كده ولطيف، بس طلب مني كتير قوي. كل ما بنزل اي حاجه عن الاكسسوارز او بلبسها دايما بتسأل منين الاكسسوارز بتاعتك، بتحفظيها ازاي وبترتبيها ازاي. فالنهارده هجاوب على كل الاسئله دي في الفيديو ده، يكون مرجع ليكم، واتمنى ان الكل يشوفه علشان يلاقي اجابه على الاسئله بتاعته في كل فيديوز بنزله. فتابعوا معايا الفيديو لاخره ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعي. بس حابه اشكر الناس الجديده اللي دخلت، وانا بحب جدا جدا الناس لما بتكون اول مره تشوفني وتخش تعلق لي، فدي حاجه بتفرحني جدا طبعا. وعلى راسي الناس القديمه اللي متابعيني من زمان، دول حبايب قلبي. بس بفرح جدا لما حد يكون اول مره يشوفني، مش مجرد بس بيشوف فيديو عدى عليه وخلاص، لا بيخش يكتب كلمه لطيفه كده زيه، فبتبسط جدا. فشكرا جدا ليكم ولذوقكم. وخلينا يلا نبدا الفيديو على طول. اول حاجه هتكلم فيها منين بجيب الاكسسوارز بتاعتي. معظم الاكسسوارز بتاعتي اللي هي زي العقد او الحاجات اللي هي بتبقى كبيره، يعني من هنا الكوليهات والحاجات دي، معظمها بيكون من شي ان. التانية ما بتكونش من شي ان، يعني ده كان من بيج اونلاين. بس اللي انا عايزه اوضحه لكم ان انا مش بس مرتبطه بمكان معين هو ده بس اللي اسماء بتجيب منه الاكسسوارز بتاعتها، لا خالص. انا بتكلم مثلا عن الكوليهات اللي هي بتبقى زي كده بالوانها بقى، اللي ما بلاقيهاش بره. الحاجات دي بتكون من على شي ان، لان هو فعلا اكتر مكان لما دخلته لقيت فيه كل حاجات، يعني كل الاشكال والفرايتي اللي انا بحتاجها، من الالوان من الاحجار من الاشكال. فبحس ان هو عنده تنوع كتير قوي، فبقيت بجيب منه. ساعات مثلا وانا بقلب على انستجرام بلاقي بيجات بتبقى عندها حاجات مميزه فبتعجبني، زي مثلا اللي انا لابساه دوت، بحب ان انا اجيبه. ساعات وانا ماشيه عادي في اي مول او كده بيكون في حاجات محلات عاديه زي اخر العنقود او غيرها، بلاقي فيها قطعه مميزه او لون مش عندي، فبحس ان هو ساعات ان انا عايزه اجيبها. كمان الاكسسوارز الستانلس ستيل سالتوني عنها كمان في الفيديو اللي فات. كان معظم الخواتم اللي انا لابساها كانت من شي ان، بس في حاجات ساعات برضو بلاقيها في محل من المحلات العاديه بيكون شكلها حلو، مثلا زي الخاتم اللي انا لابساه ده، الشكل بتاعه حلو. في ناس بتجيب من النزهه، بس انا بصراحه ما نزلتش النزهه بقالي فتره كبيره قوي ان انا اشتري منهم حاجات. ساعات لو صادفني اي مكان انا نازله فيه، مثلا في محل اسمه فلافي في المهندسين ده، ساعات ان انا بعدي اجيب منه حاجات. فالفكره انا مش مرتبطه بمكان معين، بس معظم الكليهات دي بتكون من شيء. عايزه اقول على مكان ده محبب لقلبي، انا بحبه جدا، وكل ما بروحه لازم اجيب منه الاكسسوارز النحاس، وهو الحسين. يا جماعه عندنا الحسين مليان اكسسوارز وحاجات حلوه جدا جدا جدا. انا دايما بجيب منه الخواتم بتاعتي النحاس، اللي هي يعتبر ما بتغيرش، حتى النحاس لو لونه اسمر شويه او حاجه عادي بيتلمع بيبقى زي الفل. فالاكسسوارز النحاس بتبقى حلوه. عايزه اوريكم بعض الحاجات النحاس اللي انا كنت جايباها من الحسين، لذيذه جدا. يعني الخواتم اللي هي بتبقى زي كده دي بتكون من الحسين، وبيكون اسعارها معقوله. الحاجات اللي هي برضو زي كده وزي كده، الخواتم اللي زي دي انا لما بطلع مثلا مصيف او كده في الاماكن بالذات السياحيه زي شرم الشيخ والغردقه والاماكن دي، بيبيعوا الحاجات اللي زي كده دي باسعار جامده جدا لانها اسعار سياحيه. لكن لو نزلت الحسين عندنا هتلاقي الاسعار في المتناول، يعني كويسه. هي برضو غليت عن الاول، بس مفيش حاجه ما غليتش يعني. فالخواتم النحاس بتدي شياكه، بيبقى ليها لوك كده معين. فلو انت عايزه مكان برضو تجيبي منه خواتم نحاس او اكسسوارز نحاس، الحسين هتلاقي فيه كل الفرايتي اللي انت حباها. كمان في مره كنت في شرم الشيخ، ولقيت عندهم الاعقاد اللي هي بتبقى الشكل دي، او الكليهات اللي بيبقى الشكل ده. انا بحبه جدا وبحب اعمله لير مع الوان تانية في الصيف، بيكون شكله شيك وحلو جدا. دول في شرم الشيخ كان سعرهم بصراحه رخيص، لان كنت جايباهم من المسجد بتاع الصحابه، كان حد حاططهم وكان سعرهم كويس جدا. ولكن عايزه اقول لكم ان انا نزلت شارع المعز مؤخرا وشفتهم مليانين هناك باسعار حلوه، يعني ما بين ال 200 وال 150. فاسعارهم حلوه جدا جدا هناك في الحسين. فبرضو لو عايزين حاجات بالحجم ده او بالشكل ده هتلاقوها هناك. وكمان لو انت من محبين الاحجار والحاجات دي هتلاقيها برضو هناك في الحسين. حاجات بقى مثلا حاجات متنوعه او مختلفه، زي مثلا الغوايش اللي هي بتبقى خشب او كده، دي كانت عجباني من فتره. كنت عامله اوردر من بيج برضو على انستجرام، لو حابين ابقى اسيب لكم اللينك بتاعها. البيج دي انا اتعاملت معاها اكتر من مره، جبت منها كل الحاجات انا شارياها. جبت منها مجموعه غوايش دي واللي قبل كده واللي قبل كده، وجبت منها
كوليهات برضو كنت مطلعاها في فيديو المشتريات الاخير. بتبقى عندها حاجات مميزه والاسعار برضو بتاعتها كويسه، فبجيب منها. انا بقول لكم الاوبشنز اللي انا بجيب منهم عشان ما تفتكروش ان انا بجيب من مكان واحد. زي ما قلت لكم ممكن ابقى نازله عادي جدا في مكان ولمحت حاجه انا شايفه ان هي مميزه بالنسبه لي او عجباني، بروح اجيبها، لكن ما عنديش مكان ثابت. قبل ما ندخل على ازاي بقى بنظم الاكسسوارز بتاعتي وازاي بحافظ عليها وازاي بيعيشوا معايا الوقت اطول، لان انا من زمن الزمن من وانا في ثانوي وقبل كده كمان في اعدادي وانا بحب اجيب الاكسسوارات، بس مع الخبره اتعلمت بقى بعض الحاجات اللي انا اقول لكم عليها دلوقتي. اول حاجه، ما تحاوليش لو انت من محبين الاكسسوارز وشايفه ان هي بتضيف لللبس وان هي بتكمل او قطعه اساسيه بتكمل الاوتفيت بتاعك، فاهم حاجه لما تيجي تحطي حاجه يعني لما تحطي فلوسك، حطي فلوسك في حاجه تقعد معاكي وما تحسيش ان هي باظت ولا صدت ولا كده. فتجاهلي تماما اي حاجه او اي ماتيريال تكون بتغير اللون او بتصدي. تاني حاجه عايزه اقولك عليها، لو انت معاكي مبلغ وبتحبي الاكسسوارز، بصي الاول للحاجات العاليه. يعني مثلا لو انت عايزه تجيبي فضه هيكون افضل. يليها بقى طبعا اعلى حاجه الذهب، بس انا بالنسبه لي الذهب الحاجات الرقيقه. انا بالنسبه لي يعني انا عمري ما هجيب كوليه زي اللي انا وريته لكم من شويه ده ذهب او حاجه زي كده، فانا بتكلم على الذهب هيكون الحاجات الرقيقه. الفضه بيبقى فيه منها اشكال حلوه جدا، وانا من محبين جدا الفضه العربي، الحاجات اللي هي العربي او الافغاني، الحاجات دي بحبها قوي قوي في الفضه، ومع حاجات بسيطه من الفضه الايطالي طبعا. دي لو انت هتجيبي استثمري اكتر في الفضه، يعني لانها بتقعد اكتر بصراحه ما بتصديش ولا بتغير لون، ولو غيرت بتروحي تلمعيها بيكون تمام. تاني حاجه النحاس الحاجه بتعيش معايا. الاكسسوارز اللي انا وريتها لكم دي معايا بقالها كتير جدا، من ايام من ساعه الجامعه، متخيلين؟ فالاكسسوارز اللي بتبقى فعلا نظيفه بتعيش معاكي. فالحاجات النحاس حلوه جدا. الحاجات الستانلس ستيل اللي طالعه دلوقتي حلوه، بس اكيد ان هو ستانلس ستيل اصلي، مش حاجات برده مكتوب عليها ستانلس ستيل وبتغير لون بعد كده. الحاجات دي لو هتحط فيها فلوسك حطي فيها فلوسك وانت متاكده ان هي مش بتصدي. كمان لو انت من محبين الاحجار، دوري على احجار او حاجات ما تكونش بتبوظ او بتتكسر بسرعه. يعني دوري على الحاجات اللي تحسي ان انت وانت بتدفعي فلوسك، لان بصراحه دلوقتي حتى الاكسسوارز بقى سعرها غالي، بس طالما كده غالي بغالي وهتدفعي، ادفعي في الحاجه اللي تحسي ان انت ما رميتيهاش في الارض بمعنى اصح. في ناس بتجيب الاكسسوارز العاديه اللي هي ممكن تغير لون وتعملها بالمانيكير الشفاف والكلام ده كله. بصراحه انا بحب لما اكون لابسه حاجه ورحت مكان او خرجت بيها وهاكل، اروح اغسل ايدي عادي، ما احسش ان انا لازم اقلع كل اللي انا لابساه عشان اغسل ايدي. فلو انا عملت كده في اي حاجه مش فالصو، يعني اكيد المانيكير ده مع غسل الميه او كده هيتقشر او هيتشال، ففي النهايه برضو هتكون الموضوع مش حلو يعني، وفي النهايه برضو هحس ان الحاجه باظت او صدت او كده. فدي كام معلومه كده حبيت ان انا اقولها لكم لما تيجي تجيبي الاكسسوارز بتاعتك، تأني في الاختيارات وفي الماتيريال قبل ما تدفعي فلوسك. هبدأ بقى في ازاي بحافظ على الاكسسوارز وازاي يعني برتبها او بحفظها ازاي. اول حاجه هنبدأ بيها الحاجات الفضه او الذهب او الحاجات اللي هي الغاليه بمعنى اصح. لما بتيجي في علب زي كده سيبيها في العلب بتاعتها، خليها زي ما هي ما تشيليهاش. يعني انا دايما لما بجيب حاجه بحفظها في العلب بتاعتها زي كده، بتكون افضل حاجه ليها وما بتبص ولا اي حاجه. لما بعوز البسها باخدها وبعد كده ارجعها تاني مكانها. انا في الحاجات الفضه والذهب والحاجات الغاليه يعني بحطها في حاجات زي كده، بيكون افضل حاجه ليها ان هي تتحفظ في حاجات زي كده. تاني حاجه معايا في الحفظ برضو العلب اللي زي كده بكل احجامها، سواء الحجم ده او الاكبر او الاكبر. انا مثلا بشوف الاحجام العلب اللي زي كده الكبيره بتبقى عجباني قوي، ببقى نفسي اجيبها، بس انا عارفه ان هي مش هتشيل الحاجات بتاعتي لان معظم الحاجه بتاعتي كبيره. الكوليهات اللي هي الاحجار والحاجات الكبيره دي مش عايزه ابدا ان هي تتحط في حاجات زي كده، وبالذات الاماكن بتاع السلاسل. وعايزه مثلا حاجات الستانلس ستيل الرفيعه، الحاجات اللي زي كده هيبقى ليها مكان للسلاسل، هنا مكان للحلقان، وهنا مكان للخواتم الرفيعه او الساعات او البريسلت الرفيعه. دي هتكون حلوه، دي انا بحبها جدا في السفر معايا. لما بكون عايزه اخد الحاجات الرفيعه بحطها هنا، وباقي الحاجات الكبيره باخدها معايا في الحاجات اللي هوريها لكم دلوقتي. فبالنسبه لي العلب اللي زي كده بتكون ممتازه سواء في السفر او لو انت اصلا طبيعه الاكسسوارز بتاعتك رفيعه، سواء اكسسوارز او ذهب او فضه بتكون الحاجات رفيعه، فالعلب اللي زي كده هتكون
امنه جدا لحفظها ومقفوله وما بيدخلهاش تراب ولا حاجه. ومن اهم الحاجات اللي انت لازم تحطيها في بالك ان انت ما تعرضيش الحاجه بتاعتك للرطوبه ايا كان نوعها، ذهب، فضه، اكسسوارز، احجار، اي حاجه. الذهب والفضه مش هيتاثروا، بس على فكره الفضه بتسمر. الذهب برضو لمعته ما بتبقاش زي ما بتكون محفوظه في علب زي كده، فخلي بالكم. فدي تاني حاجه انا بحفظ فيها الاكسسوارز بتاعتي. بعد كده من الحاجات برضو اللي بحفظ فيها الاكسسوارز بتاعتي هي الاكياس اللي بتيجي فيها. دي احلى حاجه ممكن تحفظي فيها الحاجه بتاعتها، خصوصا لو كانت مثلا على نحاس او على برضو خشب او حاجات زي كده. يعني هوريكم دلوقتي. يعني مثلا انا عندي العود ده انا بحبه جدا جدا، كنت جايباه برضو من شي ان، بس هو دلوقتي خلصان على شي ان. انا بحبه وبستشيكه جدا، بس هو الماتيريال بتاعته معرضه ان هي تغير لون. فمن ساعه ما جه في الكيس بتاعه اللي هو بيبقى من هنا بيتقفل، الاكياس دي اصلا حتى لو مش موجوده عندك، عند اي حد بتاع الحاجات اللي هي الفل والاكياس والحاجات دي هتلاقيه بيبيع الاكياس دي. ممكن تجيبي منها كميه، عايزه اقول لكم رخاص، وانا جايبه اصلا منهم عندي. لو في حاجه كان الكيس بتاعها ضاع او مش موجوده باخد كيس منهم وبغلف بيه الاكسسوارز بتاعتي اللي انا عايزه احافظ عليها. فعشان لونه ما يغيرش، بصوا من هنا كده مذهب، فالمذهب ده ممكن يغير، فبحطه في الكيس بتاعه كده وبقفل عليه. وعندي علبه كبيره كانت بتاعت هدايا في الدرج بتاع التسريحه، بحط فيه الحاجات دي زي ما هي كده بالاكياس بتاعتها، بلبسها وارجع احطها، البسها وارجع احطها. عمرها ما بيغير لونها ولا بتبوظ ولا اي حاجه بصراحه، بقالهم كذا سنه معايا ما بيغيروش خالص. وعايزه اقول لكم الحاجات اللي بتبقى من ورا السلاسل اللي هي بنضيق ونوسع بيها العقد، لما تيجي تلبسي عقد زي كده حاولي ان انت مثلا يبقى تحتيه توب، تحتيه الياقه، تحتيه حاجه، ما تلبسوش مباشره على الجلد، لان مثلا لو في حر او كده تفاعل الحاجات دي مع الجلد والعرق هتخليها تغير لون برضو. فخلي بالك، حاولي. يعني انا بحب مثلا اكون لابسه الياقه، لو ما فيش الياقه بلبس دايما البادي اللي بيبقى ليه هيكول كده شويه او هاينك، وبيتحط العقده عليه، بيحافظ جدا جدا على الحاجات دي. عايزه اقول لكم والله الحاجات دي بقى لها سنين عندي بتعامل معاها نفس ما بقول لكم كده بالظبط. فحسيت ان الفيديو ده هيكون مهم جدا لمحبين الاكسسوارز واللي عايزين يحافظوا على الحاجه، مش حاجه بيجيبوها وتترمي او تتكسر او تتقطع. فانا بعمل كده في كل الحاجات بقى اللي عايزه كده. يعني بصوا ده نفس الحكايه بالكيس بتاعه. في برضو الاكياس اللي هي بتبقى محكمه الغلق اكتر، اللي هي بتتقفل من فوق كده، فبخليها دايما في الاكياس بتاعتهم، استخدم الحاجه واحطها زي ما هي، بتحافظ جدا على الحاجه. الاكياس اللي زي كده دي معروفه قوي، اللي هي زي بتاعه حفظ الاكل، برضو بتيجي في الحاجه، فبستخدمها واحطها، بتبقى محكمه جدا جدا وبتحافظ على الحاجه. انا بحب جدا لما بيجيلي الحاجه في الاكياس دي بحتفظ بيها بدل ما انا اروح اشتري او كده. لو الحاجه انا اخترتها من محل وملهاش اكياس او ملهاش حاجه عندي، بسيبها بشتري لها الكيس وبحطها فيها. وبرده نفس الحاجه الغوايش بنفس الطريقه، البس الحاجه واحطها للحاجات الكوليهات الكبيره او كده. طيب انا في حاجات عندي بحب ان انا تبقى معروضه قدامي بستهلكها بشكل اسرع من الحاجات دي. مثلا الحاجات دي بتبقى عايزه مصيف اكتر، او الالوان دي بتبقى فاقعه شويه فعايزه اوقات معينه في السنه. لكن في حاجات انا بستخدمها بشكل يومي فببقى عايزاها عيني شايفاها على طول، بستخدم بقى الهوكس اللي بتبقى زي كده دي، اللي بيبقى ليها زي شنكل كده. في علبه كده على التسريحه عندي بتتفتح كده، فبعلق فيها الهوكس دي وبعلق فيها الحاجه علشان هي الضرفه اصلا بتتقفل، فبتحافظ برضو عليها من الرطوبه، وفي نفس الوقت الحاجه متعلقه قدامي. على فكره عايزه اقول لكم انا الفكره دي بعملها من زمان، من قبل ما اتجوز. في الدولاب بتاع البيت عندنا عند بابا كنت برضو بجيب الهوكس دي واعلقها. يعني مثلا ايه، دوره في الدولاب اهي كده، بعلقها في الجوانب، في الجوانب، علشان انا عارفه ان في بنوتات بتتابع او كده لو برضو مش عندها نفس ستايل التسريحه بتاعتي او الفكره دي. في الجوانب بتاعه الدولاب بتعلقي الهوكس كده وتعلقي عليها الاكسسوارز بتاعتك اللي محتاجه تشوفيها بشكل يومي او تبقى قدامك بشكل سريع. فدي برضو من الافكار اللذيذه جدا اللي انا بعتمدها بقالي سنين. وناس عندها بقى ادراج التسريحه وكده ودايما بترمي فيها الاكسسوارز ومش بتلاقيها برضو متنظمه او كده. هنا بقى انا هقول لك على فكره، مش ضروري ابدا
تروحي تشتري منظمات بكام الف جنيه عشان تنظمي بيها التسريحه وتحسي ان انت مش عارفه تنظمي او كده. شايفين العلب دي اللي بتيجي الحاجه فيها من صحتي كير ولوليا كلوزت، برده مش لازم صحتي كير ولوليا كلوزت، كلنا بنجيب حاجات من نون، كلنا بنجيب حاجات من امازون. اي كرتونه عندك بمعنى اصح اللي يكون السمك بتاعها كده تدخل في قلب الدرج يعني. انا بستغلهم بصراحه، وكمان الحلو ان هي بيكون ليها الغطا بتاعها، فيا اما اعمل الغطا علبه كمان، يا اما لو الحاجه انا شايفه انها تتعرض للتراب بقفل عليها بالغطا. فعندي ده وعندي ده، بحطهم كده في التسريحه بالطول، وبحط فيها بقى كل الحاجات اللي انا عايزاهم، حتى النضارات بحطها فيها، الغوايش اللي ملهاش اكياس ولا اي حاجه زي كده بحطها فيها. بترتب جدا جدا المنظر، وببقى شايفه كل الاكسسوارز بتاعتي قدامي، كل حاجه قدامي بتكون منظمه ومترتبه. وطبعا لو الدرج عندك عميق وعالي ممكن تحطي دي بالغطا بتاعها وتحطي واحده علبه تانية فوقيها، فهتكون برده حاجه لذيذه جدا. العلب دي ممتازه بالنسبه لي، انا بستخدمها كمان في تنظيم البندانات وتنظيم مكملات الحجاب بتاعتي، فبتخلي كل حاجه انا شايفاها قدامي وبتخليها شكلها منظم ومهندم وسهل ان انا اوصل لها بكل سهوله. بقى لألذ واحلى فكره في فيديو النهارده واللي انا حبيتها جدا، والمنظمات دي رخيصه وجايباها في كل حاجه عندي في البيت، هديكوا كذا افكار ليها هتعجبكم جدا. اول حاجه اصلا المنظم اللي هو بيكون شكله كده، المنظم ده رخيص جدا ب 10 جنيه تقريبا، وستيل ب 10 جنيه يعني، انا بشوفه في اماكن كتير رخيص. اولا شكله حلو، انا موحده الالوان بتاعتهم، بيجوا متقسمين كده. خليني اوريكم واحد من اللي انا مقسماهم. بصوا هو كده 1 2 3 4 5 5. بصوا بقى يعني مثلا انا مخليه هنا، انا خايفه اقلبه هيتقلب الحاجه، مخليه كل الاكسسوارز اللي هي بيبقى لونها سيلفر مع بعض، كل الاكسسوارز النحاس مع بعض، كل الاكسسوارز اللي هي بتبقى برده سيلفر بس مش نفس الماتيريال دي مع بعض، الاكسسوارز اللي ستانلس ستيل الذهبي مع بعض، واللي هم بيكون الماتيريال بتاعتهم سودا كده مع بعض. المهم يعني ان انا لما بعوز اجيب حاجه او عيني عايزه تجيب يعني تشوف الحاجه اللي كلها ذهبي بتروح هنا، اللي كلها سيلفر بتروح هنا، اللي كلها بلاستيك لان انا عندي من ده كتير يعني. الخواتم اللي بلبسها الملونه دي عندي منه تاني مقسمه بقى اللي لونها كذا مع اللي لونها كذا. فبصراحه حلوين جدا، المنظم رخيص ومش بستخدمه في حاجات كتير. كمان فكره تانية للمنظم ده بستخدمه للساعات، انا كان نفسي جدا اجيب المنظم بتاع الساعات اللي هو بيبقى ليه غطا وكده. انا كنت هجيبه بس بصراحه اصلا ما لقيتش عندي ليه مكان، وحسيت ان انا الحاجه مش هتكون قدامي وهضطر ان انا احطها في الدولاب الكبير مش في التسريحه، فحبيت ان انا اخترع انا المنظم ده للساعات بتاعتي. عارفين الاسفنج اللي بيجي مع الساعه لما نشتريها، انا حطيت عليه الساعات اللي انا بستخدمها بحيث ان هم يبقوا قدامي. ولما ما لقيتش اسفنج من بتاع الساعات ده كتير، انا اللي عملته من اي حاجه بنجيبها بيكون فيها الاسفنج ده، انا عملته وحطيت الساعات بتاعتي دي مكانها فاضي عشان دي اللي انا لابساها، فحطيته قدامي في المنظم. سهل جدا ولذيذ، وشايفه كل الساعات بتاعتي قدامي. كمان بستخدم المنظم ده في تنظيم الشرابات، بينظم الشرابات حلو جدا، نحط الشرابات كده بشكل متساوي وشكلها حلو. كمان مستخدماه في الباليتس بتاعت او العلب بتاعت البلاشر بتاعتي والباودر والحاجات دي، بيكون حلو قوي، والبلاشر الكريمي والحاجات دي كلها بيتقسم كده بيبقى شكله حلو قوي. بستخدمه للارواج، بحط مثلا ارواج مجموعه سيبال مع كاتريس مع جولدن روز يعني كده بقسمه كده. فالمنظم ده بالنسبه لي صراحه جوكر، رخيص ومتوفر، موجود في كل حته، موجود في المرجيدي، في زلزال لو انت في الهرم، موجود عند كوكو، موجود في كل حته ممكن تلاقيه. ولو احترت خالص ممكن تسرشي عليه اونلاين بس هيبقى اغلى شويه. بس فدول من الحاجات الممتازه جدا في المنظمات بتاعتي في الاكسسوارز، بينظموا بشكل حلو قوي والحاجه بتبقى واضحه قدامي وسهله ان انا اوصل. اخر فكره معايا وهي العلب بتاعه النضارات، لما بنجيب نضاره بيكون ليها علبه كده، انا بصراحه ما برميش الحاجات دي، اي حاجه ليها غطا بالنسبه لي بيكون مفيده وانا عارفه ان انا هستخدمها. وعايزه اقول لكم والله هو الفيديو النهارده مخصص للاكسسوارز بس، اصلا تقدري تنظمي بالعلب دي وبالافكار دي اي حاجه عندك انت عايزه تكون شايفاها عينك، وفي نفس الوقت بتحسي ان هي كتير وبتدخل في بعض. الحاجات اللي هي متقسمه دي هتنظمها لك، او فكره العلب دي هتنظمها لك. العلب دي بتكون بغطا كده،
انا بنظم فيها برضو زي اكسسوارز او دبابيس او مثلا اي حاجه رفيعه انا عايزه اوصل لها، بوصل لها عن طريق الحاجات اللي بالعلب دي. وببقى عندي كذا واحده حطاهم فوق بعض، فببقى مثلا ممكن اكتب على ليبل هنا مثلا ان هنا في حلقان اللي هي بتبقى كبيره دي مثلا بحطها. في عندي مثلا علبه تانية بحط فيها مثلا الدبابيس. في عندي حاجات بتبقى مثلا جايه لي هديه بس انا خايفه عليها مش عايزه البسها كتير، بيبقى حاجات مثلا احجار حاجات زي كده، فبكتب بقى عليها الحاجه دي هي كذا وخلاص، ووقت ما بحتاج البسها او ارجع لها بروح للعلبه اللي زي كده. شكل التسريحه بيكون منظم، عينك بتكون مرتاحه. لما بتكوني عايزه حاجه ما بتقعديش تدوري وتقلبي الدنيا وكانت هنا وفين وبتاع، لا بتكون الدنيا متنظمه وهاديه. وعايزه اقول لكم عشان انا اوصل اصلا ان انا اعمل فيديو زي كده واقول لكم الافكار دي، قعدت كتير قوي علشان خاطر اقدر ان انا اوصل لحاجه زي كده. كانت الاول حاجه عندي برضو بتبقى شويه متلخبطه، ما كانش عندي برضو حاجات كتير ان انا انظم فيها، او فكره التنظيم ما كانتش موجوده قوي زي دلوقتي، لان انا بتاعت اكسسوارات من زمان قوي. فالخبره بقى خلت الواحد يعني يوصل لحاجات زي كده وافكار زي كده، وان هو يعمل فيديو زي ده. انا كنت حابه ان الفيديو يكون خفيف، نفصل بفيديو خفيف كده ومفيد برضو. وانتوا برضو شاركوني بتنظموا حاجاتكم ازاي، بتجيبوا اكسسوارز بتاعتكم منين، شايفين مثلا ان الاكسسوارز حاجه بتضيعوا فيها فلوسكم، ولا شايفين انها حاجه مهمه بتضيف للاوتفيت. انا دايما بشوف وانا بجهز يعني عشان اصور بيكون اللبس ساده كده، فبحس ان هو ايه ده، انا حاسه شكلي وحش ملوش شكل عادي يعني، حتى لو القطعه اللي انا لابساها قيمه او غاليه او كده، بحس ان مجرد بس ما احط حاجه عليها بحس انها بتوديها في حته تانية، وبحس انها بتخلي شكلها حلو قوي وفخم كده بصراحه يعني. فانا بالنسبه لي الاكسسوارز مش قطعه مكمله، هي قطعه اساسيه، وقلت الكلام ده قبل كده. فيا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. وطبعا لو عندكم اي سؤال او انا نسيت اقول اي حاجه اكتبوا لي وانا هرد عليكم على طول في الكومنتس، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني جديد قريب. مع الف سلامه.